الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا محمد زاكر حسين، وأنا في تركيا خلال 5 سنوات أعيش هنا. وقبل تركيا أنا كنت في مكة السعودية عربية، واشتغلت في رابطة العالم الإسلامي زي مدير تحرير المجلة الإنجليزية. وهناك أنا كنت في تقريبا 29 سنة. والآن الحمد لله أعيش في تركيا في اسطنبول مع عائلة بزورة. المهم، هذا لي فرصة ذهبية أن أكلم عن وضع بنغلاديش الذي جرى خلال أسبوع في بنغلاديش. وقبل هذا أريد أن أكلم عن بنغلاديش. مثلا بنغلاديش حصل استقلال من باكستان في عام 1971. بعد هذا هذه الوقت كان رئيس الشيخ مجيب الرحمن. وبعد قتل الشيخ مجيب الرحمن جاء في رئاسة أو رئيس بنغلاديش خندقر مشتاق أحمد. وبعد جاء ضياء الرحمن، هو كمان قتل. وبعد ضياء الرحمن جاء هو كان رئيس الجيش حسين محمد إرشاد. وبعد جاء زوجة الشيخ خالد جيا، الشيخ خالد جيا، هو زوجة رئيس سابقا ضياء الرحمن. وبعد خالد جيا جاء الشيخة حسينة، هي بنت الشيخ مجيب الرحمن. أنا هذول الناس كان في رئاسة أو السلطة في بنغلاديش. في خلال هذه خلال وقت 53 عام كثير حدث في انقلاب عسكرية، في انتخابات، في كثير أشياء حدث. لكن آخر شيء في الأسبوع الماضي حدث أكبر شيء. الناس يقولوا أو مفكرين يقولوا هذا استقلال ثاني. استقلال أولى من باكستان كان عام 1971، وهذا 2024 هذا استقلال ثاني. لأن ناس كان غضبان على الحكومة، على السلطة، خاصة الشيخة حسينة، لأنه هي خلال 15 سنة كان في سلطة بالقوة. وفي الانتخابات كان التزوير بالقوة. الأصوات عندها كان فقط قليل، مثلا 10 أو أكثر 15%. باقي كل ناس كانت جدها. كل مرة مثلا 3 مرات هو جاء في الحكومة بالمساعدة الهند. وعلى البنغلاديش تأثير حق الهند كثير، لأنه هند هذا بجوار بنغلاديش، وأكثر حدود مع الهند مع بنغلاديش، أكثر حدود مع الهند. فلهذا في تأثير كثير في بنغلاديش حق الهند. وتأثير مثلا ثقافية، اقتصادية، وجغرافية، الكثير أشياء متعلق مع بنغلاديش ومع الهند. وهند بعد استقلال دائما كان بالجبر، بالقوة. يقولوا هذا بنغلاديش، نحن سوينا استقلال من باكستان، نحن سوى مساعدة للاستقلال، فلهذا في حقنا في حق لبنغلاديش، لتنمية بنغلاديش. المهم، هذا أنا كلمت مختصرا
كلام عن خلال هذا 53 سنة، لكن ماذا كان السبب لحدث أو مظاهرة أو مشكلة خلال أسبوع؟ لأنه الشيخة حسينة هي أخذ قرار للوظائف في الحكومة، يعني 65% خاص معناته الذي كان في الاستقلال، الذي كان قتل في الاستقلال أيام الاستقلال 71 عام 71، يعني وهم حصلوا وظيفة، أبنائهم حصلوا وظيفة، أبنائهم حصلوا وظيفة، كذا. هو أخذ قرار يعني 65% وظائف لهم وباقي لعام، يعني هذا تقريبا زي ظلم، يعني هذا مش يعني بحسب نتائج في الاختبار أو يعني بالنتائج في النتيجة شهادة أو مؤهلات من الجامعات، يعني هذا كان غير مناسب، هذا كان مش يعني معقول، هذا غير معقول. فلهذا 2018 محكمة أعطى قرار وقف هذه القرار، وقف محكمة قبل أسبوعين محكمة وأعلن مرة ثانية نفس الشيء، يعني 65% يكون الذي كان في حرب استقلال. فلهذا طلاب العام غضبان، يعني جعلان على هذه القرار الذي أعلن محكمة. هذا أهم شيء، هذا نقطة. يعني أكثر طلاب حقه كلام، نحن نبقى نحن ما نريد هذا ايش اسمه قرار، او نحن ما نوافق هذا قرار حق محكمة، هذا غير مناسب، هذا ظلم على الطلاب. بعدين بهذه الكلام او مظاهرة او معارضة مع الطلاب، شيخ حسينة رئيس الوزراء هي استنكر، وكمان هو كلام هي كلام يعني أنا ما أوافق أو أنا ما أوافق أو أنا أثبت قرار محكمة. فلهذا طلاب والناس العامة كمان غضبان على رئيس الوزراء شيخ حسينة. هنا في نقطة مهمة، يعني خلال هذا 15 سنة شيخ حسينة ظلم على أكثر الناس، وغير دستور البلد، وغير منهج التعليمي. وأنتم تعرفون يعني إذا هي كان في سلطة، بعدما جاء في سلطة هو أعدم علماء الناس، خاصة زعماء الجماعة الإسلامية، 5 زعيم الزعماء الجماعة الإسلامية أعدم. بعدين عن طريق الهند قتلوا 74 الجيش، 74 الجيش قتلوا. وبعدين في ظلم، وكمان هو غير كثير أشياء. فلهذا الناس العامة كان غضبان عليها. بعد انتخاب الفات يعني في هذه السنة كان كمان في تزوير وبالقوة، هو جاء ثالث مرة في سلطة. فلهذا الناس محرومين من الأصوات، يعني من الانتخابات. فلهذا 80% أو تقولوا 90% ناس كان غضبان عليها، الناس العامة وكمان طلاب، هذا مع بعض جاء وغضبان على شيخ حسينة. فلهذا جاء هنا مظاهرات وكمان معارضة
جاء انقلاب. وبعدين في الأخير رئيس الجيش هو أعطى اقتراح للشيخة حسينة أنتم خلي تسوي استقالة من السلطة، لكن هي رفضت. بعدما رفض ناس كمان غضبان على الأكثر. بعدين إذن الناس العامة والطلاب أعلن يعني يوقف مدينة العاصمة دكة. بعدين في الأخير شيخ حسينة رئيس الوزراء هي أعطى استقالة إلى رئيس الجيش. هي حاربت بالخوف، يعني لأنه إذن هي يتأخر واحد يوم ناس كله ممكن سيهجوم عليها أو على سكن أو على حق مكتبه. بعدما هو بالمساعدة الجيش وكمان مساعدة بالهند هي هربت إلى الهند. وبعد ما هربت هي خذ سلطة. السلطة يعني رئيس البلد اسمه محمد شهاب الدين، هو زعم رؤساء الأحزاب السياسيين ورؤساء عسكريين كله، هو جلس معهم وناقش معهم. في الأخير أمس أو اليوم رئيس بلد ورئيس الجيش مع بعض وهم أعلن رئيس حكومة مؤقتا، يعني رئيس الحكومة انتقالية اسمه محمد يونس الذي حصل جائزة نوبل للسلام. هو الآن رئيس الحكومة انتقالية مؤقتا، وهو الآن في خارج البلد بنغلاديش، لكن بعد بكرة هو يجي في بنغلاديش وبعدين هو يستلم السلطة من الجيش وكمان من رئيس البلد. وبعدين هو حتى أسرع الوقت ينظم انتخاب في بنغلاديش، انتخاب جديد. وناس الآن يأملوا برئاسة محمد يونس، هو رجل معروف في العالم لأنه هو حصل جائزة نوبل للسلام، وهو مقبول في شعب البنغلاديشيين يحبه. فلهذا إن شاء الله بإذن الله نحن نأمل برئاستهم. هو ينظم انتخاب العامة وانتخاب البرلمان، بهذه الطريق يجي حكومة جديدة أو سلطة جديدة. هذا هو مختصرا. في الأخير أنا أقول الآن في تحديات يعني مثلا أول كان الشيخ حسينة كل إدارة مثلا شرطة أو جيش أو كل إدارة كان تابعه. الآن هي هربت، وكمان أكثر ناس الآن متبقى في منصبهم. الآن وهم يحاولوا يساوي مشاكل في بنغلاديش أو مشكلة أو يساوي مظاهرة ضد المظاهرة أو ضد المعارضة، وهم يشتغلوا بالخفية. هذا شوية خوف، لكن الشعب البنغلاديشيين أكثر يعني 90% الآن في الاتحاد، هم متحدة يعني لحبس بنغلاديش لانتخاب السليم في المستقبل برئاسة دكتور محمد يونس. والشعب البنغلاديشيين الآن الحمد لله في يأملوا في بنغلاديش يجي جديد بنغلاديش. يعني خلال هذا 15 سنة شيخ حسينة خربت بنغلاديش، خربت الديمقراطية، خربت التعليم، خربت الثقافة، خربت الثقافة الإسلامية يعني. وكمان هي ظلمة على الناس، أكثر ناس مظلومين. إذن هي كان في سلطة. الآن نحن
نحن في الحر، والشعب البنغلاديشي الآن حر، يعني أخذ يعني إيش اسمه، خرج من البيت، كان الآن يقدر يتكلم بالحر، الآن يقدر يكتب بالحرية، يعني الآن هم حر. بنغلاديش، الشعب البنغلاديش الآن حر، لأنه الشيخ حسينة كانت زي يعني الناس كان يقولوا الشيخ حسينة هي هتلر، هي موسوليني، هي فرعون، يعني كثير ألقاب ناس أعطاها، لكن الآن خلاص هو ذهب أو هربت من بنغلاديش إلى الهند. الآن ناس مرتاحين، يعني الآن ناس مبسوطين، وهم يأملوا حتى أسرع الوقت محمد يونس، دكتور محمد يونس ينظم انتخاب سليم، وبهذه الطريقة يجي حكومة جديدة، سلطة جديدة، وإن شاء الله بنغلاديش في المستقبل يكونوا زي أول. يعني إذا أيام مثلا ضياء الرحمن كان بنغلاديش ممتازة في الاقتصاد وكل شيء، والناس يأملوا إن شاء الله أيام القديم يرجع إن شاء الله.